دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار. اللهم ارفع مجدك وغضبك عنا. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يا حبايبي كلنا ربنا يدينا الصحة والعافية ويقدرنا على تعبنا وشغلنا، ويقدرنا ان احنا نعمل حاجة كويسة لأولادنا وحياتنا. الحياة عادت صعبة، الدنيا عادت صعبة، العيشة كل حاجة. روتين النهاردة روتين بسيط. النهاردة قررت أبدأ يومي بروتين بسيط كده، مش بس عشان أنضف، لأ ده عشان أروق دماغي وأهدي أعصابي. بصراحة الحوادث اللي الإنسان الواحد بيسمعها كل يوم على السوشيال ميديا أو في البلد اللي هو عايش فيها، موت الفجأة للشباب والقتل والخراب. الناس عادت في غابة، الناس عادت وحشة وعادت في غابة، الناس عادت حيوانات. ده بيقتل ده وده بيستمتع بأذية ده. الدنيا عادت صعبة قوي. عايزين ليه ما نعيش في امان؟ ليه ما نعيش في سلام؟ ليه مش كل واحد يبقى عارف ان هو بياخد الرزق بتاعه، محدش هياخد رزقه منه؟ والله لو انت جريت من رزقك دوت يعني بالقطر اللي هيوصلك بصاروخ زي ما بيقولوا. فاللي هو ليه نعمل في بعض كده؟ ليه نبقى وحشين؟ الدنيا مش مستاهلة، الدنيا مش مستاهلة. احنا أرواح عايشين عليها، يجي في وقت وكلنا هنتساوى زي اللي اتساوى قبلينا بالتراب. فملهاش لازمة وملهاش لازمة نقتل ونأذي ونعمل في بعض كل ده. يا رب يكون صباح خير عليكم وعليا وعلى كل اللي بيشوفني. لو بدأت في الفيديو بتاعي او الفيديو بتاعي ده وصلك، اعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي وروتيناتي. النهاردة بدأت كده الصبح، قمت وشغلت القرآن وصليت الاول ركعتين الصبح او الضحى، وبدأت ان انا اشغل القرآن. القرآن يا بنات بركة في البيت. شغالي على اي قناة، شغالي صب، شغالي اي حاجة عندك على القرآن، حتى لو نص ساعة بتفرق معاكي كتير جدا جدا في الصباح. بيبقى بركة كده، وبتحسي ان انت في كلك نشاط وحيوية. انا لما بسمع صوت القرآن او اشغل القرآن بيدب فيا كده نشاط وحيوية غير طبيعية بصراحة. والله يعني الواحد بيبقى محتاج ان هو يسمع القرآن دوت علشان يكمل حياته ويظبط موده ويكمل يومه. النهارده غسلت كده المواعين، وبدأت ان انا اغسل في الحوض واغسل الحيطان اللي جنب الحوض. وهنعمل النهارده كده اكلة خفيفة اقتصادية. هقول لكم كمان على روتين جميل جدا او توفير جميل جدا هيوفر معاكي يعتبر الاسبوع كله. او لا مش الاسبوع، هيوفر معاكي شهر بحاله. لحوم وحاجات من ديت. وحاجات بقول لك بجيب الخضار بالاسبوع ازاي ويفضل معايا اسبوعين كمان، وازاي بجيب حاجات التنظيف بتاعتي وكلام من ده. الروتين يا بنات بصراحة مش كل يوم بكون نشيطة ولا عندي طاقة، بس بحاول اتحرك واعمل اللي اقدر عليه، لان الراحة النفسية بجد بتبدأ من حواليا. لما يكون البيت نظيف رايق انا بحس ان انا مبسوطة، وبحس ان انا مفيش حواليا مشاكل ولا ضغوط. والصراحة بحط صوت المية، صوت المكنسة، السرير وهو متروق والكلام ده، بحس براحة نفسية وبحس ان انا عملت حاجة. فاللي هو إيه لما يكون حاسة ان انت متضايقة تعبانة، بس مش بيتك مش نظيف، بالعكس هتخلي نفسيتك اوحش، ومش هتحس بطاقه. الطاقه كلها السلبيه هتيجي عندك وتقف، يعني هتقف عندك انت. فاملي بيتك بطاقه وايجابيه وحيويه. والله الدنيا ما هي مستاهله، كلنا بناخد نصيبنا. اعملي اللي عليكي وسيبي الباقي على ربنا. وانا بنطط بفكر في حاجات كتير، والله بفكر ان مهما كانت الظروف فالحمد لله عندي بيت اعيش فيه، وعندي حاجات بسيطة بتكفيني. ما كانش المفروض ان انا اقول الكلام ده، بس هو المفروض الواحد يحمد ربنا على كل حاجة. دي يا بنات اجنحة انا كنت جايباها، هقول لك دلوقتي اكمل لك الفيديو واجيب لك ازاي انا كنت جايبة الاجنحة ديت وبكام. وكمان جايبة فراخ وجايبة حاجتي، يعني جايبة اللحوم هتكفيني على القليلة 3 اسابيع، يعني هيبقى بس لسه اسبوع من الشهر وبحاجات بسيطة جدا جدا جدا. انا بجيبها في اجنحة بتبقى كاملة، وفي اجنحة بتبقى مش كاملة. دي الاجنحة مش كاملة يعني مش بالكتف.
فانا طبعا الحته اللي انا بقصها ديت احنا مش بناكلها، ومبيبقاش فيها اي فايده ولا اي فصوص خالص. طبعا لو تلاقيتي مثلا خبطه كدمه حاجه زرقاء مثلا كده في الجناح، فبتبقى مش تعب ولا هي تعبانه ولا حاجه. هي الفراخ البيضه بتبقى مفرهده شويتين خصوصا في الصيف، فوهي بتتذبح في المكنه وكده فاكيد بتقعد بقى تتحرك ايديها وجناحتها وكده يعني فبتزرق. فانا عامه يعني لما كنت بربي قبل كده، فما كنت باجي اذبح الفراخ البيضه ديت، وطبعا مش في بتاعه الذبح، لا كنا بنذبحها على ايدنا عادي عند ماما الله يرحمها، فكانت تخبط كده بجناحتها، ففي ساعتها جناحتها تزرق وتعمل لون. فما كانش فيه منه اي حاجه خالص، لو حسيت ان هي زرقاء قوي ممكن ترمي الجناح، بس ما شاء الله كله زي الفل اهو. بشيل البتاع الصغيره ديت كده، وبحط الأجنحة وبشوف لو فيها ريشة أو حاجة، بصراحة بتبقى جاية نضيفة جدا. المحل اللي أنا بتعامل معاه محل محترم جدا، نضيف جدا جدا، بيعمل عروض جامدة جدا. لو انتي موجودة في البلد اللي أنا فيها بجد تعرفي ان المحل بيعمل عروض جبار، انا بجيب منه على طول. اما بشوف ان انا محتاجة فراخ او حاجة للتلاجة بقوم جايبة منه. حطيتها يا بنات كده في بولة، وحطيتها عليها مية ومقلعها من الملح. في جناح واقع هناك اهوت انا ما كنتش شايفاه بس اخدته بعد كده، وفي جناح الناحية التانية برضو. عصرت ليمونة عليها و وسبتها شويه تتنقع حوالي ساعه، لازم تنقعيها حوالي ساعه. بعد كده اخدها واحطها في البتاع، هشوف بقى اي قطه بقى ارميلها بقيه الاجنحه ديت وكلام من ده. انا بعملها يا بنات بالفيجيتار، بعملها فيجيتار يعني مقرمشه وعليها مكرونه. هبقى اقول لك الطريقه دلوقتي. هوريك بقى مشتريات اللحمه بتاع هتقضيني والله يا بنات، بتقضيني بتكفيني قرب الشهر خالص لو انا يعني ظبطتها. ديت دوت كيس، دي الأجنحة اللي أنا كنت عاملاها. الكيس اللي قبل كده كان كبد وقلوب للفراخ، وده كيسين من الصدور، ودي فرخة شمورت. الفرخة الشمورت عندنا الكيلو ب130 جنيه، فأنا جايباها كيلو 350 جرام. والأجنحة دي يا بنات أنا جايبة الاتنين كيلو ب120 جنيه، وطبق الكبدة ده أنا جايباه ب50 جنيه، وجايبة 3 كيلو أوراق، والأوراق دي بترمي معاكي كويس جدا جدا احسن ما تجيبي فرخه كامله. ال3 كيلو اوراق انا جايباهم ب220 جنيه. ال3 كيلو اوراق انا جايباهم ب220 جنيه، يعني ب210 كمان، لا ب210 صح، ب210. 3 كيلو اوراق بيتقسموا على 4 اكلات يعني، وبيبقى كل واحد بياخد منابه حلو جدا كويس جدا، ما بيأثرش في اي حاجه. ده بيكفيكي يعني 4 اكلات اهوت فراخ. ده عدى اسبوع او اسبوع وشويه. وكيلو الأجنحة ده أنا بعمله على مرة واحدة، مع إنه والله بيبقى كتير، ساعات بقسمه يعني بيبقى كذا جناح، يعني العيل بياخد له كذا كام جناح. والفرخة دي بتتعمل الصراحة على مرة واحدة لأنها شمرد وكده. الكبد والقوانص دي هقولك على طريقة جامدة جدا لما أجي أعملها، تابعيني في الفيديوهات الجاية. هقولك على طريقة جامدة، تاكلي كبد الفراخ دي كأنك بتاكلي كبدة لحمة طازة، كبدة لحمة طازة بجد تحفة جدا. والعمايل بتاعها بجيب بقى حاجات التنظيفات بالشهر ده بريل، بجيب 3 اكياس بريل، ده بيكفيني الشهر يا بنات. وهقولك ازاي كمان تقدري تخلي ال3 اكياس دول او 3 كيلو بريل دول يكفيكوا الشهر كله من غير ما تهدري في الحاجه دي يا بنات. والله الحاجه بقت غاليه. احنا عندنا كيلو البريل ب12 جنيه، والابيض ده انا جايباه لغسيل الملابس، اسمه شاور بلاك او برسيل للهدوم البلاك اللي هي السوداء. بجيبها، بجيب 3 برضو، 3 اكياس برضو بيكفوني يا بنات حوالي اسبوعين او 3 اسابيع يعني. لو ظبطت الدنيا معاهم يكفوني 3 اسابيع. ده معطر برضو البريل البلاك دوت الكيلو ب10 جنيه، والمعطر الكيلو ب10 جنيه، يعني دول ب20 جنيه والتلاتة دول ب30 جنيه. انما البريل بحوالي 12 جنيه لل3 كيلو، هيبقى 26 جنيه، يعني كل ما نكملش حاجة. ده حاجة البريل. وفيها كمان حاجة البرسيل معطر وبتاع البلاك. ده يا بنات كيلو ونص من البرسيل الاوتوماتيك، كيلو ونص برسيل اوتوماتيك سايب. انا بجيبه بقى، وعشان هقولك على فكرة جميلة جدا علشان ما تهدريش فيه البرسيل ويكفي معاكي وقت طويل جدا.
انك بجيب الكيلو ونص ده، بحط حوالي كيلو يا بنات واسيب نص كيلو كده لوحده عشان اعرف اقلبه في الجردل. بجيب جردل كده فاضي وبحط الكيلو كيلو برسيل من الاكياس ديت، من الكيس اللي هو الكيلو دوت. وبعد كده بجيب كيس بريل من اللي هو الكيس اللي هو بتاع الشركات، اللي هو الكيس المقفول. بجيب كيلو كده واحط فيه وافتحه بالمقص مثلا، واحط تقريبا، يعني هو ده تقريبا كيلو. فبجيبه بحط تقريبا 3/4 كيلو كده، واسيب شويه مع البرسيل اللي فايض ده علشان يكملوا لي كمان مره تانية. ربنا يرزقك راحة البال ويكفيك شر التعب اللي محدش حاسس بيه، ويديم عليك نعمة الستر والرضا والفرحة اللي تيجي فجأة كده وتنسينا تعبنا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك واشتراك، وتكتبي لي تعليق من قلبك زي ما كلمتك انا من قلبي. بحبكم في الله جميعا، اللي اشتركوا في القناه واللي شاهدوا الفيديو بتاعي. يا رب كده قناتي تكبر بيكوا وليكوا، ويكون الروتين خفيف عليكوا. تابعيني في فيديوهات تانية جديده، هتشوفي بجد حاجات تعجبك.